وتهديد وأمن استقرار البلاد. اللي بيحصل على الأراضي السودانية كان مستبعد. يعني حضرتك كمشاهد أو متابع لدولة السودان، السودانيين بطبعهم ناس طيبين، وأنا عاشرت عن كسب السودانيين، ولي صديق مقرب جدا من السودان بيسأل عليا وبسأل عليه، ومن أعز أصدقائي. شعب ودود، شعب طيب، شعب جاد، شعب يمتلك من القيم الكتيرة والمبادئ الحلوة اللي تتصف بصفة عامة على قطاع وادي النيل. المصريين والسودانيين فيهم صفات مشتركة، والسودانيين شعب راقي وشعب صادق وشعب ما يجيش من وراه ضرر للمصريين بالتحديد. لكن اللي بيحصل على الأراضي السودانية فجأة كده كان آخر حاجة ممكن نتوقعها الخراب والدمار اللي حل بالسودانيين، وبالتالي حل على المصريين، وبالتالي حل على كل المقيمين على الأراضي السودانية. احنا ما قدمناش غير ان احنا ندعو بالسلام، وأن ترجع السودان إلى أصلها، وأن يتم وقف إطلاق النيران بين عناصر متنازعة على الثروة وعلى المال، ونزاع الثروة والمال بيد من بهم السلاح. ضحاياه ناس كتير، ضحاياه أبرياء. دماء الأبرياء دي والمدنيين في رقبة من؟ في ذمة من؟ الموضوع في السودان يا اخوانا موضوع مؤلم، وليه ابعاد كتيره، وليه جوانب سياسيه كتيره. لكن احنا شايفينه كمواطنيين ومواطنين عاديين ان الخراب عم على السودان، وما فيش حد يحب الخراب، وما فيش حد يحب الدم غير لما يكون مجنون وفاقد لصوابه. حياه الناس دي امانه، حياه الناس يجب من هو بيدعي ان هو مسؤول يحافظ عليها، مش يهدر أرواحهم ويهدر دمهم لدرجة إن الجثث أصبحت موجودة في الأرض والناس مش قادرة تعمل لها حاجة. سلم الله شعب مصر وشعب السودان.